في الحلقة دي هنساعد علي إن هو يعمل صفحة ليه على الفيسبوك، وهنعرف إيه المحتوى اللي ممكن ينزله على الصفحة. أول خطوة إن أنت تدوس على اللينك ده. هتختار أول حاجة نوع الصفحة، ولو مشروعك زي علي هتختار لوكال بيزنس، وبعدين هتختار نوع المحل بتاعك اللي هو فود اند جروسري، وبعدين هتدخل عنوان المحل بتاعك. هتكمل بعد كده في الخطوة اللي بعدها البيانات زي الكاتيجوري أو الفئة، اللي في حالتنا دي سبيشاليتي جروسري ستور لأنه متخصص في الألبان. هتكتب بعد كده في الديسكريبشن وصف للمشروع بتاعك، زي مثلا محل بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا وبيبيع كذا. ولو عندك ويب سايت هتكتبه هنا. هيسألك تحت إذا كان البيزنس بتاعك ده ليه وجود على أرض الواقع فعلا ولا مجرد فكرة أو افتراض. اختار الاختيار اللي يناسبك، واحنا هنا هنختار الاختيار اللي يناسب علي اللي هو يس. هنختار في الخطوة الجاية البروفايل بيكتشر، وزي ما قلنا محتاجين صورة البروفايل تكون معبرة مربعة أبعادها 180 في 180 بكسل. في الخطوة اللي بعدها هنختار اسم الصفحة أو URL اللي علي يقدر يكتبه على يافطة المحل أو على كروت يوزعها على أهل المنطقة. خد بالك إن الاسم لازم يبقى معبر ومش طويل، وممكن يكون فيه حروف أو أرقام، بس المهم إنه ما يقلش عن 5 حروف أو أرقام. علي اختار أبو دوت علوة اسم لصفحته، ورغم كده لو كتب أبو علوة على طول ممكن يدخل عليه لأن فيسبوك بيسمح بده عادي. كمان لو ما كانش لقى أبو علوة كان ممكن يتصرف، ممكن مثلا يكتب أبو علوة بطريقة مختلفة أو يزود أرقام كده يعني. طيب ده بالنسبة للاسم. في خطوة اسمها reach more people. الخطوة دي معناها إن أنت مستعد تدفع فلوس إعلانات علشان تعلن عن صفحتك على الفيسبوك. دي ممكن نعديها لدلوقتي لأن إحنا هنتكلم عنها في حلقة منفصلة، فخلينا ندوس كده. مبروك، علي بقى عنده صفحة على الفيسبوك. دلوقتي بقى نزوق الصفحة. أول حاجة نزوقها بالكفر فوتو. الكفر فوتو لازم تراعي فيها شوية حاجات. أولاً إن نوعها يكون جي بيج. ثانياً إن حجمها ما يقلش عن 400 ميجا بكسل. وفي التصميم يفضل إن يكون أغلبها صور مش كلام، وإن نسبة الكلام ما تعديش 20% من حجم التصميم بتاع الصورة. كمان لازم الصورة دي يبقى محتواها بيخاطب الجمهور اللي أنت بتستهدفه وبيوصل الصورة الذهنية عن المشروع بتاعك زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. نيجي بقى للمحتوى أو البوستس. عندنا 3 أنواع من المحتوى. أول نوع هي البوست المتعلقة بشكل مباشر بالخدمة أو المنتج اللي احنا بنقدمه، زي مثلا في حالة علي عندنا ايه المنتجات، الألبان وأنواعها والحاجات اللي بيقدمها المحل. البوستات دي المفروض ما تزيدش عن 15 ل 25%. وتاني نوع عندنا هي البوستات اللي مش متعلقة بالخدمة بشكل مباشر لكن بالمجال بتاعها، ولازم الموضوع ده يكون مرتبط باهتمامات الناس. يعني مثلا أشوف الناس مهتمة بأنواع اللبن، فوائده الصحية، الوصفات اللي احنا ممكن نعملها باللبن وهكذا. النوع ده من البوستات المفروض ما يزيدش عن 40 ل 50%. آخر نوع عندنا هي بوستات التفاعل اللي بتزود التفاعل وردود ولايكات وشير بتاع الناس، زي مثلا إن أنا أسألهم عن رأيكم في آخر العروض أو أهنيهم بالأعياد والمناسبات المختلفة. طيب علي يحط كام بوست في اليوم؟ في المتوسط بالنسبة لصفحات الشركات والمنتجات مناسب إن احنا نحط من 2 ل 4 بوست في اليوم متفرقين على مدار اليوم في الأوقات اللي الجمهور المستهدف بتاعنا بيبقى قاعد فيها أونلاين. يعني مثلا لو أنا الجمهور المستهدف بتاعي في أجازة فمناسب إن أنا أحط بوست الساعة 12 بالليل يوم الخميس، لكن ما أحطهاش يوم الجمعة الساعة 8 الصبح اللي الناس فيها تبقى نايمين. كده ساعدنا علي وكل اللي عايز يعمل صفحة لمنتجاته على الفيسبوك، وعرفنا إزاي نظبط المحتوى على أساس الجمهور المستهدف بتاعنا. استنونا في الحلقة الجاية علشان نعرف إزاي ننشر صفحتنا أكتر. سلام.